اتهموهم بالإساءة لكلية الآداب وطالبوا بحذف المشهد، والنقابة أيدت موقف الكلية وألزمتهم بحذف المشهد من المسلسل. أزمة جديدة بتواجه صناع العمل في مسلسل ليلى الجزء الثالث. يا ترى إيه اللي حصل؟ نجاح كبير حققه مسلسل ليلى الجزء الثالث، واللي بتلعب بطولته الفنانة نيلي كريم. فرغم إن المسلسل قدر يحصد متابعة كتير من الجمهور، لكنه حاليا بيواجه أزمة كبيرة مع كلية الآداب قسم المسرح، وده بسبب مشهد في المسلسل قلب الدنيا والطلاب عليه وطالبوا بحذفه، والمسلسل والفنانين بقوا في أزمة كبيرة، خاصة بعد ما النقابة أصدرت بيان ليها عن المسلسل. فيا ترى إيه الحكاية؟ البداية مع مشهد في مسلسل ليلى الجزء الثالث. كان المشهد عن حوار بين اتنين من الممثلات عن كلية الآداب قسم علوم المسرح. فقالت واحدة من الفنانات: التمثيل اللي بجد في أكاديمية الفنون. وقتها حس دكاترة أقسام المسرح في كلية الآداب بالإهانة من صناع العمل، لأنهم كمان بيقللوا من قيمة الكلية. وبدأ الطلاب هما كمان يتضايقوا ويطالبوا بحذف المشهد من المسلسل، وبدأت تظهر أزمة للمسلسل. فبعد ما كل الجمهور كان بيتكلم عن النجاح اللي حققه، بقوا بيتكلموا عن الأزمة اللي بيواجهها. وطبعا بعد الجدل الكبير اللي عمله المسلسل، حاولت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إنها تحتوي الموقف، فأصدرت بيان ليها عشان تأكد احترامها لكل الكليات وتطالب بحذف المشهد. وقالت في البيان: أقسام المسرح بجميع الجامعات المصرية هي أقسام رائدة، ودرس فيها أعظم أساتذة التمثيل في مصر والوطن العربي، ومنهم سعد أردش وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسي ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشي وعبير منصور ونبيل حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفي، وتخرج منها ممثلين على أعلى مستوى. وبنطالب الشركة المنتجة بحذف المشهد المذكور، وده احتراما وتقديرا لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة، وخاصة كليات الآداب وأقسام المسرح. وطبعا بين نقابة المهن التمثيلية هدى الوضع شوية مع كلية الآداب، لكنهم كانوا بيطالبوا برد من صناع العمل. وفعلا أكدت الشركة المنتجة للمسلسل إنها ما كانتش تقصد بالمشهد أي تقليل من الخريجين من كلية آداب قسم علوم المسرح، وإنها كانت عايزة تبين الفرق بين الدراسة النظرية والتجربة العملية. وقالت الشركة في البيان: احنا بنأكد إننا بنحترم المؤسسات التعليمية واللي بتقوم بجهد كبير في تعليم الأجيال وتخريج الكوادر الفنية، سواء في كليات الآداب أو أكاديمية الفنون. ولاحظنا الغضب الكبير اللي حصل بسبب المشهد، لكن بنأكد إن الحوار ما فيهوش أي إساءة للجهات اللي بتدرس التمثيل، لكن الموضوع اتفهم إنه إساءة للجهود اللي بيقوم بيها الأساتذة الأجلاء في الأقسام دي، أو يقلل من المستوى الفني للطلاب والخريجين. والحقيقة إن ده مش مقصود بالمرة، وكان الغرض من المشهد هو التمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، وإن مش كل الجهات بتعلم زي بعض بنفس التفاصيل، لا أكتر ولا أقل. وبنكرر احترامنا وتقديرنا لكل الأساتذة والزملاء والطلاب والخريجين. وطبعا باين شركة الإنتاج قدر يحتوي الموقف عشان يحافظ على مستوى نجاح المسلسل اللي قدر يجذب قطاع كبير من الجمهور خلال الأيام اللي فاتت. فالمسلسل من بطولة نيلي كريم وعايدة رياض وصلاح عبد الله ومعتز هشام وأحمد طارق، وبيحكي عن سيدة مطلقة عندها ابن بتعيش معاه معاناة وتحديات كتير. فيا ترى المسلسل هيقدر يحافظ على نجاحه بعد الأزمة اللي تعرض لها، ولا هتحصل أزمة جديدة؟